6 حاجات عن الكركديه لازم تبقوا عارفينهم. مفيش غير 2 بس اللي الناس كلها متعارف عليها، ان انا لو شربت كركديه ساقع هيعلي لي الضغط، ولو شربته سخن هيوطي الضغط. اللي الناس مش عارفاه بقى ان لو اتشرب اصلا بيخلي الجسم يصنع اهم ماده الناس كلها بتدفع فلوس وتدور عليها عشان تستخدمها، اللي هي ماده الكولاجين. ده في حاله لو اتشرب، يعني عندنا 3 حاجات في الشرب، وعندنا 3 حاجات لو اتعمل ماسك واتدهن على الوش. ايه ال3 حاجات؟ اول حاجه عندي انه بيقلل تكسير الكولاجين. تاني حاجه بيمنع تكسير ماده الالاستين. ماده الالاستين دي مهمتها في الجلد ما تقلش اهميه عن الكولاجين. ليه؟ الكولاجين مسؤول انه يعمل بلمب او بينفخ الجلد. ماده الالاستين مسؤوله عن ليونه الجلد. ليونه الجلد هي اللي بتخلي الجلد ما يعملش الخطوط اللي الناس بتتضايق منها. فأنا دلوقتي قللت تكسير الكولاجين ومنعت تكسير الإلاستين. تالت حاجة بيشتغل كمقشر. ليه؟ عشان في مادة الألفا هيدروكسي أسيدز. كمقشر هنا مش عشان بس إن أنا بعمل تقشير للوش. فكرة التقشير في حد ذاتها بتخلي الجلد يصنع جلد جديد، ودي أهميتها ما تقلش أهمية عن الحاجتين التانيين لسبب جلد جديد، يعني تصنيع كولاجين جديد، يعني تصنيع إلاستين جديد، يعني أنا بعمل جلد من أول وجديد. ودي من الحاجات المهمة جدا اللي الناس دايما فاكرة إن التقشير مهمته إن هو بس لو في عندي بقعة أو في غمقان في الوش. فأنا معايا ال3 حاجات في حاجة واحدة طبيعية. نعمله إزاي كماسك؟ سهل جدا. أنا بجيب 60 ملي جليسرين من الصيدلية عادي، وبجيب علبة كريم اللي تبقى متماشية مع نوع بشرتك. وانا دايما بقول للناس الاسهل خليكوا في الكريم السوفت علشان بيبقى ماشي مع كل انواع البشرة. لو جبت 60 ملي جليسرين واجيب الكركديه خام مش بودرة، وباخد منه معلقتين كبار وبحطهم في برطمان معاهم ال60 ملي وبسيبهم 3 ايام مع بعض، ولو 5 ايام يبقى احسن. وبعد كده بجيب شاش واصفي الجليسرين اللي انا عملته وبشيل الكركديه الخام منه. اخد بقى معلقتين صغيرين من الكركديه واحطهم في علبة الكريم الصغيرة اللي انا جبتها واقلبهم واسيبهم في التلاجة. طبعا ادام حطيته في التلاجة يبقى لازم ما اطولش في الاستخدام. استخدامه بيبقى مرة لمرتين في الاسبوع علشان اوصل لل4 حاجات الاساسيين اللي انا عملت عليهم الماسك، اللي هو بيرطب ويقشر ويشد ويرفع الوش. بس ده بيحصل بالاستمرار مش مرة وخلاص.